ما معنى قول الإمام السالمي رحمه الله في المدارج: والباغي فادفنه ولا تصلي عليه لا ولا تجد بالغسل؟ هل قصد الشيخ بالباغي المشرك؟ وإن لم يقصد المشرك فكيف نفرق بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على كل بر وفاجر؟ هذا رأي فقهي قال فيه بعض أهل العلم: إن من خرج على مجتمع المسلمين محاربا مقاتلا مخالفا لحاكمهم فمثل هذا عقوبة له لا يصلى عليه ولا يغسل. هذا الذي يريده الإمام رحمه الله تعالى بالباغي المشرك، لا يغسل ولا يصلى عليه. لكن بعض أهل العلم قالوا إن بعض أهل المعاصي لشدة معاصيهم وقبحها وضررها على المجتمع لا يصلى عليهم ولا يغسلون. ومنهم الباغي، لأن الباغي هو الذي يبغي على مجتمعه بأن يخرج محاربا وسالا سيفه ومخالفا حاكمه ويأتي بالضرر على المجتمع، يريق الدماء ويزهق الأرواح. قالوا عقوبته أن لا يصلى عليه. هذا هو المقصود والله تعالى أعلم. أما الحديث صلوا على كل بر وفاجر فهذا رأي فقهي ذهب إليه بعض أهل العلم وفسر، بمعنى أنهم عاملوا الباغي بخلاف مقصوده بهذا السبب، والله أعلم.